انا اللي هعالجك. فهو كان واعي جدا لكده يعني. اكيد. لما بنشوف الفنانين بيبذلوا مجهود كبير قوي في اعمالهم وبيبقى عندهم نتيجه في النهايه، طبعا نتيجه راي الجمهور، وفي راي تاني مهم طبعا بيوازيه وهو راي الصحافه او راي النقد. حضرتك بتحط له تقريبا نسبه كام في الميه ان انت تبقى عامل حساب ليه، ولا بتبقى انت عملت المجهود اللي عليك وبالنسبه لك الجمهور اهم مثلا من راي الصحفي او راي النقد؟ بصي انا الصحفيين والنقاد انا عاذرهم. يعني هو معظمهم اصدقائي، يعني معظمهم ما قدروش يشوفوا كل المسلسلات. فانا عاذرهم لان الكم هائل. يعني كتير قوي من اصحابي بكلمهم بيقول لي يا حسين مش عارف، مش ملحق اتفرج عليه ولا ايه. ومظبطين مواعيدهم علشان يقدروا يتفرجوا على معظم المسلسلات. فانا مش قادر الومهم، لان في مسلسلات بتفوت عليهم، في حاجات كويسه قوي كمان. يعني انا كلمت كذا واحد من اصحابي اثناء رمضان مسلسلات انا بشوفها غير المسلسل بتاعي، غير مسلسلك. اي قلت له انت متابع المسلسل الفلاني؟ يقول لي لا. قلت له تابعه. لا زي مسلسل ايه؟ كويس قوي، احنا مش هينفع نعدي الموضوع ده. في شغل كويس قوي. لا زي لا ايه؟ حقيقي يعني. حضرتك ايه المسلسلات اللي فعلا يعني تابعتها انا في رمضان؟ المسلسل اللي يعني استهواني وقلت لاحد اصدقائي الصحفيين، قلت له تابعه، وفعلا تابعه وكتب عليه هدوء نسبي. ده هايل. هدوء نسبي مسلسل كويس جدا. كان بيتذاع الفضائيه المصريه، بيتكلم على مرحله مهمه جدا في تاريخنا، غزو العراق وسقوط بغداد وسقوط صدام حسين، دخول الجيش الامريكاني لبغداد. معمول كويس قوي. طبعا شوقي المجري مخرج متميز جدا، ممثلين هايلين. نيلي كريم عامله شغل كويس قوي، نيلي كريم، وفي كمان فهد العابد لا في مسلسل، يعني في مسلسل جيد. ما كانوش بيتفرجوا عليه، يعني مش لاحقين. يعني مش لاحقين. فانا عاذرهم. انما نقدر نتكلم على الجمهور هو اللي يعني لما بيلاقي حاجه كويسه بيتابعها. ده اللي بيقابلني في الشارع وفي هنا وفي الموقف وفي كل حته، ويقول لي في اماكن اللي برتادها وفي السوبر ماركت ويقولوا لنا رايهم. ده اللي انا بعتمد عليه فعلا يعني. الجمهور حب انهي اكتر، وكاله عطيه ولا قاتل بلا اجر؟ لا هم تابعوا قاتل بلا اجر اكتر يعني. بس الصحفيين احنا عندنا دلوقتي الارشيف الصحفي لوكاله عطيه، فاحنا خلاص عرفنا راي الجمهور، تابعوا قاتل بلا اجر اكتر. كويس. شوف بقى الصحافه وهي بتتابع وكاله عطيه. شوف الارشيف الصحفي ونرجع تاني نكمل حوارنا مع النجم حسين فهمي. طبعا شفنا الارشيف الصحفي لوكاله عطيه، ولكن احنا في موضوع مهم جدا عايزين برضو نتكلم عنه، يمكن اتعرض في اكتر من مسلسل السنه دي، وهو تجاره الاعضاء. في قاتل بلا اجر شفنا ده من خلال زوجة الدكتور، وكمان في اكتر من عمل السنه دي شفناه، يعني شفناه برضو في حكايات بنعيشها في هلا ومستخبي، وشفناه في وعد ومش مكتوب اكتر من عمل. والحياه بقى لونها بامبي كتير يعني. ايه راي حضرتك؟ هل انت شايف ان فعلا الدراما المصريه لازم تتناول زي يعني مثل هذه المواضيع علشان نقدر نحاول يعني ان احنا نخلي الناس يعني زي ما بيقولوا يعني بندق على ناقوس الخطر؟ خلي بالكم. بصي حضرتك، انا ليا احد اصدقائي دكتور مصري بيشتغل في انجلترا، بيتفرج على المسلسل، فرجع كلمني قال لي اللي انتوا بتعملوه ده حصل هنا في لندن. دكتور اسمه دكتور بيويك مقبوض عليه دلوقتي بتهمه التجاره في الاعضاء، ومسجون واخد 10 سنين سجن. يا خبر ابيض. فانتوا كنتوا عارفين الحكايه دي؟ فطبعا فانا كلمت مصطفى محرم، طبعا ما كناش عارفين القصه دي يعني. فانما دي اصلها لانها اصبحت ظاهره في العالم عالميه، ما بقتش بس خاصه بينا يعني، بقت في العالم كله. حاجه تخوف قوي بصراحه، حاجه تخوف طبعا. وبعدين تجاره الاعضاء، يعني احنا بنتكلم على اطفال جايين من افريقيا بيبعتوهم على انجلترا وبياخدوا منهم الاعضاء بتاعتهم. ده موجود في اوروبا، وموجود في الشرق، وموجود في الغرب، وموجود في كل حته يعني، في اسيا، في كل حته موجود. وطلعت اشاعه انه موجود عندنا كمان في مصر يعني، طلعت اشاعه لفتره كبيره. في عصابه اتقبض عليها يعني. فدي لازم ننوه عنها، ما تقدريش يعني اذا كان اكتر من عمل يتكلم عليها، لانها بقت ظاهره فعلا، فالناس بتتكلم عليها، المؤلفين بيتكلموا عليها. طب الظواهر اللي احنا بنشوفها في حياتنا اليوميه اللي احنا بنعيشها وبنشوفها في الدراما، حضرتك بيتهيألي شفتها بشكل قريب قوي قوي لما
تحولت لفتره من نجم سينمائي وفنان كبير لمذيع، وخدت دور تاني ان انت كنت قريب قوي من الناس. كان موضوع البرنامج اللي انت بتقدمه مشاكل الناس. قد ايه حسيت ان انت كفنان دورك مهم، ان انت لما تيجي تقدم برنامج ما تقدمش برنامج مثلا مع فنانين، برنامج ترفيهي، انت رحت البرنامج فيه مشاكل مع الناس، رغم ان كان حد كتير قوي ما يتصورش ان النجم حسين فهمي ممكن يقدم برنامج دي طبيعته. شوفي حضرتك، هو انا اصلا ما كنتش مذيع ولا انا مقدم ولا انا محاور. انا ما كنتش حاجه من دي، لان حضرتك عارفه طبعا، حضراتكم عارفين المذيع ده لازم يبقى متماسك. يعني انت لازم تبقي قاعده متماسكه وانت بتقدمي ومسيطره على البرنامج. مشاعر حياديه يعني. انا ما كنتش كده. انا كنت بستضيف ناس بسطاء عايزين يقولوا ارائهم وعايزين يقولوا احاسيسهم. هم دول النجوم الحقيقيين. فانا اوقات كتيره جدا كانت عينيا بتدمع، كنت بحس كنا بنشوف حضرتك احيان كتير فعلا منهار من فعلا، العياط. لان انا عايش معاهم في القصه بتاعتهم. فانا ما كنتش مذيع. يعني ما تقدريش انت وانت قاعده بتتكلمي مع حد عينيك تدمع وتفقدي السيطره ممكن برضه لو الواحد اتاثر قوي. في حلقه من الحلقات قلت له ستوب، مش قادر اكمل. فما تقدريش تعملي كده. فانا ما كنتش مذيع خالص، انا كنت بستضيف ناس بسطاء هم النجوم. يعني وما كنتش ابدا متخيل ان انا اقدر اعمل برنامج فيه نجوم، لان النجوم كل ما بتفتحي التلفزيون بتلاقيهم. نجوم سينما، نجوم فن، نجوم رياضه، نجوم سياسه، نجوم اجتماع، نجوم في المجتمع. يعني حضرتك كنت عايز تعمل حاجه مختلفه. هم النجوم، الناس البسيطه اللي ماشيه في الشارع دي هي النجوم فعلا. هم اللي عندهم حاجات كتير قوي عايزين يقولوها، وبعدين عايزين نافذه. عايزين نافذه يقولوا منها، يعبروا عن احاسيسهم منها من غير افتعال. يعني من غير ما ابقى انا محسسه ان انا مذيع وبستجوبه. وبعض الاحيان بلاقي مذيعين يقول له بس انت مش حاسس ان ضميرك بيأنبك وانت بتاع يعني. فالناس معايا كانت بسيطه، بتفتح قلبها، عارفيني، حابين انهم يتكلموا معايا. هي دي كانت حاله، يعني كل حلقه كانت حاله خاصه بذاتها يعني. طب حضرتك قلت حالا دلوقتي ان في حلقه من الحلقات حضرتك يعني ما كنتش متماسك خالص وعيطت لدرجه ان انت قلت لهم ستوب انا مش قادر اكمل. حضرتك فاكر الحاله ديت كويس؟ ايوه كويس جدا. بنت شغاله بتشتغل في بيت وبتحكي لي اللي كان بيتعمل بيها في البيت. والناس بتحرق السجاير في جسمها وبيضربوها وبيعملوها ويحلقوا لها شعرها يعني حاله. والبنت ابتدت تنهار وهي بتحكي، ورحت انا منهار معاها. فما يعني ما قدرتش امسك نفسي، انا عشت الحاله. وبعدين الحقيقه اللي انا كنت بعمله هو بيسموه انتر اكتف. يعني انا كنت انا والضيوف حلقه واحده، بناخد وندي. ما عنديش اسئله، ما فيش، الاعداد موجود وبنتكلم في الموضوع وعارف الحاله، واحنا الاثنين بنخش في رحله مع بعض. ما عنديش اسئله محدده. الاسئله اللي بتجيلي اللي بتيجي في بالي واللي باخدها من الحاله، من الحوار نفسه، من اللي هي بتقول. فده بيسموه انتر اكتف. ده ملوش علاقه. يعني بعض احيان كان الموضوع يخرج بينا في حته تانية خالص. يعني انا بتكلم مع بنت وابوها قاعد، فبتكلم بتقول لي بيفرضوا عليا عريس وانا مش حباه. فبقول لابوها ليه بتعمل كده ليه؟ قال لا انا اعمل ايه بقى، ما عايزين نجوزها. قلت له مين اللي عايز يتجوزها؟ انت عايز تجوزها؟ قال لا امها عايز تجوزها. قلت له طب ما تقول لها لا يا اخي، اذا كان البنت مش مبسوطه انا اعمل لها ايه بقى؟ ما بقى لها 20 سنه مكفراني في عيشتي. قصه ثانيه خالص، قضيته مع مراته. بالظبط. قلت له طب انت مستحمل ليه؟ قال لي اعمل ايه بقى، انا مش عارف اتجوز. لو كنت معايا فلوس كنت اتجوزت واحده ثانيه. قلت له طب ما تسيبها. دخلنا في قصه ثانيه خالص ملهاش علاقه بالحاله. اتفاجئت وانت هقول ايه، بتقدم يعني النوعيه ديت من البرامج، اتفاجئت من الحالات اللي موجوده. يعني ما كنتش متصور ان ممكن حد يجيب بنت يشغلها عنده في البيت عشان يطفي فيها سجاير. مظبوط. لا طبعا كنت بشوف حاجات. يعني احنا عارفين ان في مآسي في الحياه بس انا لما بعيشها مع الناس الحقيقه يعني صدمت في حاجات كتيره جدا وتاثرت جدا، وكنت بروح البيت تعبان نفسيا جدا يعني من حالات كتير يعني. كانت بتاثر عليك بعد التصوير كمان؟ بتاثر عليا. وبعدين كلموني جماعه اصحابي ليهم في الولايات المتحده، ليهم زي جروب كده بيقدروا يخرجوا الاحاسيس السلبيه من جسم الانسان.
فكلموني وقالوا لي انت بتعمل برنامج كله احاسيس، فالاحاسيس هتاثر عليك جدا. لان انت كل يوم في مأساة. شحنات باخدها من الناس، شحنه سالبه وشحنه ايجابيه. فانت عندك شحنات سلبيه كتير قوي، فلازم تعمل برنامج مخصوص لازم تعمله لما تروح البيت. فكنت بعمل هذا البرنامج بعد كل حلقه. ايه بقى؟ عشان اخرج. طب والله فكره بقى. لا دي فعلا كلام علمي، كلام علمي جدا، كلام علمي جدا يعني. طب انا هقول لحضرتك حاجه، بالتاكيد كلنا بنتعرض لموضوع الشحنات السالبه والموجبه والكلام ده، وكلنا بنبقى عايزين لما نروح البيت نتخلص من الشحنات السالبه. ايه راي حضرتك تقول لنا وصفه سحريه دلوقتي، والساده المشاهدين اكيد هيبقوا مبسوطين جدا ان هم يتخلصوا من الشحنات السالبه دي اول ما يروحوا البيت؟ يعملوا ايه بقى؟ واحنا اولهم انا ومنى. نعمل ايه بقى؟ عندكم شحنات سلبيه من حاجات ثانيه كتير جدا. لا دي شحنات بتبقى من نتيجه احاسيس بتخش لك، بيجي لك موجات من الاشخاص اللي انت قاعده معاهم، بيدوا لك شحنات سالبه كتير قوي، بتاثر فيكي، بتاثر في حالتك العصبيه. فبتبتدي تعملي منتال بروسيس بيسموه، يعني عمليه ذهنيه عشان تقدري تخرجي كل الشحنات دي منك. لما بتستقبليها وتقدر تخرج من جسمك عشان ما تاثرش فيكي يعني. فهي مساله علميه، مش ما تقدرش تتحكي كده ببساطه. مش ببساطه يعني. ما نقدرش نعملها في بروجكت يعني. طب الحلقه الجايه يا جماعه بس بقول لحضرتك لانه فعلا كان بيجي لي شحنات ضخمه جدا. اكيد من اللي بتسمعه كل يعني يوم. يعني مثلا، يعني انا مش عايز اقعد اتكلم على البرنامج كتير، بس احد الحالات شخص كنا بنتكلم على الاغتصاب، وعلى في الحلقه كلها كانت عن كده. فشخص اغتصب سيده وقتلها وقطعها، وبعدين بياخد جسمها في شنطه، وهم ساكنين في نفس الدور مع يعني اختها بتدور عليها كل يوم، شايفه الشنطه خارجه من ايده. انا شفت الحلقه دي. شفتي الحلقه دي؟ صعبه فبتقول شكيت انها اختي. يا نهار ابيض. شكت ان اختها هي اللي في الشنطه، الى ان اكتشفوا ان هو فعلا اللي ارتكب الجريمه. شوفي بقى الاحاسيس اللي جات لي انا يعني انا حسيت معاها بالظبط الاحساس، لاني بتعايش مع الحاله اللي انا بتكلم معاها. فبيبقى احاسيس نيجاتيف كتير قوي. برنامج مرهق جدا. مرهق. طب خلينا نخرج من خلينا البرنامج نتكلم وندخل شحنات ايجابيه شويه. انا شحنه ايجابيه حلوه قوي. لا ده منى بقى ايه كمان، يعني هو في قاتل بلا اجر اتجوز وحب وخطب، فاحنا معانا خطيبتك دلوقتي على التليفون. منى فضالي. مساء الخير يا منى، ازيك؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا منى؟ يا استاذ حسين. ازيك؟ الشياكه دي، ايه البدل الجامده دي؟ ايه رايك؟ ما كان في بدل برضه هناك. الشياكه اللي كانت في المسلسل. الايه؟ يا منى احنا مش سامعينك كويس، بتقولي انت كنت كويسه قوي في المسلسل الحقيقه، وكان ليكي مشاهد هايله. انا بس معاكم الصوت بعيد شويه. كان ليكي مشاهد هايله في المسلسل. ربنا يخليك. عايزه اقول لكم بس حاجه، انا كنت مستمتعه جدا جدا وانا شغاله قدام الواد التقيل. الله يعني انا اتكرهت من كل البنات غيره بقى. لا بس كنت كويسه قوي، كان ليكي مشاهد هايله. كان في مشهد انا فاكر في المستشفى انا بودعها فيه، كان في اخر المسلسل بودعها فيه وبقول لها ان انا فعلا حبيتها، بس حبيتها زي بنتي. اتأثرت قوي منا وانا لا كمان. انت كمان هو عيط وبعيط. انا خليهم كمان من كتر العياط والرياكشن تعبت وحياة ربنا، قعدت عيطت وتأثرت جدا. عملته كويس قوي. اكيد هو المسلسل كله كان كويس. لا كان حلو. بعدين الوقوف قدام استاذ حسين فهمي مدرسه، يعني الواحد بيتعلم. انا كنت بخاف كل مشهد ببقى داخله اعمله معاه، ببقى قلقانه جدا، لان يعني حسين فهمي ده بالنسبه لي حلم. انا اشتغلت معاه 3 مسلسلات بس اول مره نبقى قدام بعض يعني. انا طبعا بحبه. طب انت بتقولي ان هو مدرسه، ايه يعني نقول الحاجات الاساسيه اللي انت اتعلمتيها من الفنان الجميل حسين فهمي؟ هقول لك على حاجه. قد ايه هو اولا فنان حساس جدا ومثقف قوي قوي قوي.
كمان بياخد يعني باللي قدامه. يعني مثلا اذا قدامه مثلا مشاهد انا ممكن يكون رياكشنات لوحدي مثلا، بيقف لي ويساعدني، وممكن لو المشهد ضعيف بنعيده تاني. بنعمل بروفات كتير جدا، يهمه ان المشهد يبقى واضح وطالع للناس والناس تصدقه. عارفه الحاجات دي بتبقى كلها بالنسبه لان دي كواليس منا احنا، يعني واحد ما بيشوفهاش بيشوفه في الاخر الشكل النهائي. فكل ما اجي اشتغل معاه في حاجه يقعد يقول لي هتعملي كذا وهنعمل كذا وهتعالي السكينه وبتاع، يعني بنقعد نتفق على كل حاجه. فقد ايه كنت انا مستمتعه، و يعني كسبت حاجه في حياتي هتفضل جوايا لاخر العمر ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا منى، ان شاء الله. انت لا انت كنت هايله جدا، وكنت عفريته، وكنت تيجي حافظه كل حاجه وتخبي الورق، وانا اللي قاعد لسه ماسك الورقه بحفظ. بتحبني وبتحب زين يا كمان. مكاشه. منى بنتمنى لك التوفيق، وبجد المسلسل حلو وانت هايله في كل حاجه بتقدميها. ربنا يخليكم يا رب، ومنور مره تانية، والف الف مبروك نجاح قاتل مبروك بالقلب. عليكي، مبروك وكالة عليكي. عطية كمان. مبروك عليكي. ميرسي يا منى. هايله. ميرسي قوي، باي باي. بيتهيألي ان الجمهور بيبقى اهم حاجه بالنسبه للممثل. هل ممكن الجمهور يغير رايك في نوعيه ادوار انت بتقدمها، ولا انت مع الفنانين اللي هو مثلا زي وجهه نظر مخرجنا مثلا رأفت الميهي، ان انا اللي بالعكس انا اللي ممكن اغير طريقه تفكير الجمهور في اللي بيتلقاه من الاعمال الدراميه اللي احنا بنقدمها له؟ لا، هو عشان انا اغير تفكير الجمهور، اصل كلمه الجمهور دي كلمه كبيره جدا. يمكن قطاع من الجمهور ممكن، بس عشان اغير تفكير الجمهور كله صعب. لكن ممكن اعمل مجهود. اذا كنت انا يعني لما عملت الصعيدي كنت اكيد بحاول اغير وجهه نظر الجمهور فيا، اكيد يعني. هل نجحت هل ما نجحتش، ايه النسبه اللي نجحت بيها، ايه القطاع اللي نجحت، بس عملت مجهود. في وكاله عطيه نفس الحكايه، ما انا بغير خالص، بغير جلدي خالص. فممكن جدا يكون جايب نتيجه، ممكن يجيب نتيجه. لكن ما تصورش انه هيجيب نتيجه كبيره يعني. يعني القطاع الاغلب بيبقى هو المسيطر اكتر، اللي هي الاعمال الاجتماعيه اللي الناس ممكن تقبلني فيها يعني. وبعدين انا شكلي طول عمره وملامحي بتدي ابن المدينه، يعني ابن الدكتور، المهندس، الاستاذ، رجل اعمال. يعني لما بحاول بغير كويس والله يا حسين هايل، كنت قايل بس ما تعملش كده تاني. ليه لما عملت الصعيدي قالوا لك ما تعملش كده تاني؟ بالعكس الناس كلها حبتك في الصعيدي جدا. ايه في الصعيدي؟ لا في ناس قالت لي يعني ليه ما فيش داعي تسمر وشك وبتاع، ايوه وتحط الوان. طب احنا احسن حاجه نروح نسمع راي الجمهور دلوقتي ونشوف هم بيقولوا ايه، بيحبوك صعيدي ولا بيحبوك من اهل المدينه؟ نروح ونرجع تاني. يهمني ان انا اكلم كل العقليات، لازم اكلم كل الافكار. ما اقدرش ابدا طول الوقت بتكلم بمنطق التجاري طول الوقت، لازم في منطق برضو، يبقى في حته فكر، في ثقافه، في فكر بنقدمه للناس ايضا يعني. هو بمناسبة الموضوع ده احنا معانا دلوقتي على التليفون المخرج الكبير والسيناريست الأستاذ رأفت الميهي. مساء الخير. الو. ايوه مساء الخير يا أستاذ رأفت، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، وتشرفنا طبعا أستاذ حسين. ازيك يا رأفت؟ اهلا وسهلا. احنا كنا وحشني يا حسين. والله انت كمان يا رأفت، وحشتني قوي. استاذ رأفت، احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن طبعا وكالة عطية وان المسلسل بيحاكي يمكن مش الناس كلهم، يعني هو بيتكلم بنظرة فلسفية شديدة الخصوصية، وان يمكن ولا كتير فلسفيه ولا حاجه، ده ملحمه. هو احنا بنقول اللي النقاد قالوه يعني. بيناقش الحياه كلها. تمام. بشيء يعني العمق اللي احنا شايفينه، لكن لا فلسفيه ولا اي حاجه. هي الفورم نفسه مختلف عن المسلسلات الثانيه، فالناس مستغربه الفورم شكل جديد يعني. لكن المسلسل بسيط قوي ولا في فلسفه ولا حاجه. يعني حضرتك شايف انه اي حد ممكن يفهمه، يعني الجمهور كله عموما بيفهموه عادي مفيش مشكله؟ مش متعود على المسلسلات الثانيه. احنا بقالنا 10 سنين بنقدم او 20 سنه بنقدم مسلسلات، هي نفس المسلسل
معمول على باترون تاني، باترونات بتتعمل. ده مختلف، ده ملحمه والسرد فيه مش اللي الجمهور متعود عليه. لكن الجمهور لما يتعود عليه خلاص. استاذ رأفت، حضرتك كنت قاصد ان انت في اول اعمالك التلفزيونيه، يعني اول دخول ليك في الاعمال الدراميه التلفزيونيه، يكون بشكل مختلف، مش عايز تكون شبه حد تاني، عايز تكون شبه نفسك، يعني نفس الخط اللي احنا بنشوف رأفت الميهي فيه في السينما. انا مختلف عن الاخرين. كان اولا اصدقائي من المخرجين والكتاب عظام في الاشكال دي، فايه معنى ان انا اروح ادخل انافسهم ليه؟ ما هم عظام كده. فاذا كنت انا عاوز اعمل شيء مختلف ادخل التلفزيون. ما عنديش شيء مختلف ما ادخلش التلفزيون، لان هم اساتذه كبار في الميديوم بتاعهم، في الشكل، في الفورم بتاعهم اللي هم بيقدموه، فلازم اقدم فورم مختلف. طب في نطاق او اطار الفورم المختلف، شفت ازاي النجم حسين فهمي في وكالة عطية؟ شفتوا الحكومه خلي الجمهور نفسه يحكم. لا، ورأي المخرج برضه. لا، ده رأي المخرج طبعا معتمد على اساسي انا حسين فهمي نجم العمل. وشوف الاداء انا بقول كمان الاداء المختلف بتاع حسين فهمي، اداء يعني فعلا لابس الشخصيه ومديها مظبوط الشخصيه. ما قلدش حد. اكيد ده كلام سليم. ما قلدش ادوار ليه قبل كده. مظبوط. جديد. ورأفت كان مصمم. انا عايز اقول لهم لما كنت كل مره اقول لهم شيلوا الطاقيه، تقول لي لا البس الطاقيه. يقول لي الناس عارفاك من غير طاقيه، يعني انا عايزك تبقى لابس الطاقيه. هو نفسه اداؤه فيه طزاجه. فيه طزاجه في الاداء. اكيد. استاذ لا، رأفت كنا مختلفين خالص فعلا في المسلسل ده. شكرا لحضرتك، واحنا في انتظار حضرتك ان شاء الله في استوديو المسلسلاتي قريب تحكي لنا اكتر عن المسلسل باذن الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك على الفنان حسين فهمي والنبي. هو معاك، هو بيسلم عليك. سعيد ان انا كنت معاك يا رأفت. نرجع تاني برضو لوكالة عطية. و احنا اوكي، هم بيقولوا يعني احنا معانا مشهد من المسلسل، بس احنا عايزين نتكلم عن اصعب المشاهد بالفعل اللي حضرتك حسيت انها محتاجه تحضير اكتر. هل المشاهد اللي كنتوا بتغنوا فيها ديت كانت محتاجه منكم شغل اكتر؟ لا، هو المشاهد في مشاهد تانية كانت اصعب بكتير. احنا عندنا مشاهد صعبه قوي في المسلسل، وكان عندي انا مشاهد فيها قتل، في مشاهد فيها عنف، في مشاهد تانية كان فيها احاسيس ارق من كده، من العنف يعني قصدي اقول. بس انا اكتر مشهد اثر فيا هو مشهد الاب كان بيموت، وجم قالوا لي تعالى ده ابوك بيموت. ابويا راجل عضو مجلس شعب، وانا عايش في الوكاله معايا الستات، وعايش في عيشه كلها صهلله وتهييص، فبروح له معايا الستات بتوعي، هم 4، متجوز 4، فبروح بال4، فبيقول لي ايه يا دندل ايه اللي انت عامله؟ قلت له اقول له بس تعالى عيش معايا في الوكاله، هتتبسط قوي، ومش هتتعب ولا حاجه. والمقصر عمرك هي اللي انت عايش معاها تحت دي مرات ابويا. فبيقول لي طب انا هاجي معاك الوكاله. بينزل الوكاله معايا وبيروح بيلاقي عالم تاني، كله عالم من الخيال ومن البهجه والبنات تقعد ترقص بقى. البنات عندي في البيت يروحوا راقصين ال4 يقعدوا بيرقصوا بالسجات وهو مبسوط جدا. وبعدين ببص له بندهله بكلمه بلاقيه مات. كان مشهد بالنسبه لي مؤثر قوي، لان انا يعني متابعه في اثناء التصوير وانا عارف نهايته هتبقى ايه. فاتعمل باحاسيس عاليه جدا، لان الاحساس بتاع السعاده اللي هي جات له في لحظه، وهذه نفس اللحظه اللي هو توفى فيها، نفس اللحظه اللي كان سعيد فيها هي اللحظه اللي كانت بالنسبه لي انا لحظه تعيسه. فدي بتبقى مشاهد حساسه قوي، بيبقى الواحد لازم يركز فيها كويس عشان يعملها كويس. اكيد. ايه راي حضرتك نشوفه حالا دلوقتي مع الساده المشاهدين ونرجع مره ثانيه نكمل فقرة. شفنا المشهد، وبص اللي لافت للنظر في وكاله عطيه كاستنج الممثلين فيه مختلف. اختيار رأفت الميهي بجد للممثلين مختلف. حسيت بقى، مش هقول حسين فهمي النجم، حسيت بيه حسين فهمي المخرج، حسيت ان فعلا الموضوع مختلف، اختياره للفنانين وتسكينهم للادوار. ايوه طبعا، يعني شوفي معانا احمد بدير، الفنان كبير يعني، فنان جميل وعظيم،
انكاست يعني. يعني لا يمكن يكون غير احمد بدير اللي ممكن يعمل الشخصيه دي. معانا احمد عزمي، معانا مجموعه، محمد متولي، وحنان مطاوع عامله شخصيه مختلفه بصراحه. يعني معانا مجموعه جميله جدا، البنات نفسهم يعني مايا نصري وغيرها وغيرها، يعني كل واحده في مكانها وادائهم متميز جدا مختلف تماما. لا هو رأفت طبعا بيسموه يعني دراماتورجي يعني. اكيد بيعرف يختار تمام يعني واضح. طيب مين اللي كان اكتر حد مبهر في ادائه وحسيت ان هو مفاجاه بالنسبه لحضرتك في الاداء، يعني ما كنتش متوقع منه الاداء الكويس ده حتى لو كان ممثل لسه جديد؟ يعني كان معانا احمد سلامه، كان كويس قوي. كان معانا برضو زي ما حضرتك قلتي حنان مطاوع كانت كويسه جدا. ومايا نصري، حسنين، علي حسن الفنان علي حسن كان كويس جدا في دور اخنوخ، كان هايل يعني. وبعدين احمد بدير طبعا، احمد بدير كان متميز كلكم جدا بصراحه. لا يعني من احسن الادوار اللي عملها احمد بدير. ايه بقى موضوع الاربع ستات اللي انت متجوزهم في المسلسل؟ 5. بصي 5 ولا 4؟ 5. في واحده ماتت فجوز واحده. يعني ايه الدراما عايزه تحس الناس على ايه بالظبط؟ بصي هو مفيش واحده اتجوزها الا لما كان بسبب بموقف وموقف مشرف. يعني واحده مثلا احد اخواته هي حملت من اخ من اخواته، والاخ مش عايز يعترف، فهو اتجوزها وربى الولد على انه ابنه، وسماه سيد، هو اسمه سيد ابن الكابر. ده موقف شهم، يعني راجل حافظ على سمعه الست وحافظ على الولد ورباه. وفي مشهد بيقول لهم حد فيكم فكر في ابنه؟ ما هو واحد من الثلاثه هو الاب، هم 3 اخوات تانيين غير يعني. فبيقول له حد فيكم وقف الثلاثه بيقول حد فيكم فكر في ابنه؟ حد فيكم سأل فيه؟ ضميره أنبه وقال الولد ده لازم اهتم بيه انسانيا، وهو اللي رباه. واحده تانية العريشيه دي جايه هربانه من العريش وداخله على الوكاله والناس كلها هتهجم عليها، خدها اتجوزها. طب لازم يتجوزها بقى، مش لازم يتجوزها، حافظ عليها، هي عادتها. طب والثالثه والرابعه؟ ما هي كلها مواقف، يعني كلها مواقف فيها شهامه. فيها شهامه اهم حاجه. طب احنا يمكن يعني شايفين الاتجاه ده شويه في الدراما المصريه مؤخرا. شفنا اكتر من عمل بيقول ان الراجل 3 4 مش عارفه كذا كده يعني. هل حضرتك شايف ان الواقع المصري حقيقته كده دلوقتي؟ يعني راجل مثلا ممكن يتجوز اكتر من مره، هل هو اقتصاديا كمان يقدر يعمل الموضوع ده دلوقتي، يتجوز 3 أو 4 مره واحده مثلا؟ لا يعني هو في المدن انا مش شايف ان ده متواجد، انما اعتقد انه موجود لسه في الريف، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نعالجه يعني. بس الظاهره اللي انا خدت بالي منها انه على جميع المستويات دلوقتي لما بيحصل وفاه من اي طرف، الطرف الثاني بيتجوز على طول، ما بتاخدش وقت، ما بيستناش. يعني مش زي زمان، مش زي زمان. يعني احنا ايام اهالينا انا فاكر اذا كان الرجل او المراه بيكمل حياته صحيح. من غير رفيق او رفيقه يعني. انما النهارده ما حدش بيستنى يعني. اعتقد ان الحياه كمان الحياه اتغيرت. الحياه ولا ما بقاش في وفاء زي زمان؟ لا غير الوفاء، لا ممكن الوفاء يبقى موجود، بس اعتقد ان الحياه بقت مختلفه بشكل ان الناس بتتعب قوي في حياتها. الشغل بقى كتير قوي غير زمان، رتم الحياه مختلف، محتاج ان حد يبقى معاه يحكي له ويكلمه، يعني يبقى في يعني انت مع الفكره مش ضدها يعني؟ لا ولا مع الفكره ولا ضدها، انا بقول ظاهره يعني، انا خدت بالي يعني، بس انما ولا مؤيدها ولا انا ماليش رافضها يعني. كل واحد يعيش حياته بشكل عايزه. النظريه ان كل واحد يعيش حياته زي ما هو عايز، تفتكر ممكن المجتمعات العربيه تقبلها امتى؟ لا لازم تقبلها، لان الدنيا اتغيرت. احنا بقينا سنه 2010، احنا القرن ال21 يعني. الانسان لازم يبقى حر حتى في تحديد مصير حياته، عايز يعيش ازاي باي شكل من الاشكال، ايه اللي بيساعده في حياته يعمله. انما مش ممكن ابدا ان احنا نقعد يعني نفرض على ناس اشكال من الحياه ممكن ما يبقوش سعداء فيها، ونقول هو ده الشكل، هو ده النمط اللي لازم. وبعدين انا ليا راي ايضا احب اذكره، ان العرف والتقاليد ده احنا اللي بنعملها. يعني لازم الاعراف والتقاليد تبتدي تتغير مع العصر، وتتغير مع
العالم الجديد اللي احنا بنخشه باستمرار. ما حدش ابدا قال العرف والتقاليد ده ثابت. ما هي الناس اللي بيعملوها، يعني احنا اللي كل الناس في بنخلقها. المجتمع هم اللي بيخلقوها. بالظبط، احنا بنخلقها وبعدين هي بتتطور معانا شوي مع الحياه وهي مستمره يعني. طيب ايه رايك، احنا معانا كمان على التليفون دلوقتي راي تاني مهم ممكن يشاركنا في الموضوع. يا ريت. الو، الو، ازيك؟ ازيكم انتوا؟ مساء الخير. مساء النور، ازيك يا لقاء؟ الفنانه لقاء سويدان، مساء الخير وكل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين. ازيك يا لقاء؟ لقاء انت سامعانا؟ سامعاكم كويس. طيب ازيك؟ جوزك بقولك بيقول لك ازيك؟ ازيك، ما ترديش عليه، ده كلام ينفع الكلام ده؟ انا عايزه اقول له وحشتني قوي. ايوه الكلام الحلو ده يطلع بقى، سمعينا كده. جين دي جين ده في دولها في قاتل بلا المسلسل. اجر. ايوه. لقاء، هو واضح ان في حاجه. لقاء انت سامعانا كويس؟ انا سامعاكم كويس. طب وطي صوت التلفزيون. طيب علشان احنا عقبال ما بنرد عليكي بياخد وقت كده. بصي احنا لسه ما اتكلمناش عن مسلسل قاتل بالاجر، ولكن احنا شفنا دورك قد ايه كان جميل طبعا امام النجم الجميل حسين فهمي، ودي تهيالي اول مره كنتوا اوريدي يعني بتمثلوا مع بعض بعد الزواج. احساسك بقى وانت بتمثلي قدام النجم حسين فهمي، كنت يعني واخداه بقى عادي ان هو جوزك وكده، ولا كنت بتستعدي بقى كويس للمشهد؟ لا طبعا قبل التصوير لازم استعد كويس، لان حسين ممثل يعني جامد مش سهل، يعني لازم يخش اللوكيشن حافظ، وبيحب يعمل بروفات كتير، بيحب يشتغل كتير، وفي الشغل مفيش هزار، فلازم الاول اكون حافظه ومركزه وعارفه انا يعني ايه اللي هيحصل جوه. وبعدين هو حتى اول ما بندخل الاستوديو بنقعد نعمل بروفات كتير قوي مع بعض، زي ما بيعمل مع كل الممثلين بصراحه. يعني حسين كنجم متعاون جدا، يحب كل الناس اللي بتشتغل معاه تبقى في احسن شكل. اكيد. فهي دي كانت اول مره اشتغل معاه فيديو. احنا اشتغلنا مسرح قبل كده في زكي في الوزاره، بس اول مره فيديو كمان عشان قصه حب جميله بينا. عايزه اقول لك اول ما الكاميرا بتدور بنسى بقى كل الكلام وبسرح بقى في عينيه وفيه هو. يا سلام، ايه الكلام الجامد ده يا لقاء؟ احنا بقى يلا يا مش منى هنعرف بقى. نكمل الحلقه كده. لا هو عايزه اقول لك انه الحمد لله من كتر صدقنا، وهو كمان بيتهيألي برضه في المشاهد اللي فيها حب دي قد ايه كانت بتطلع صدقه. كل اراء الجمهور اللي بيشوفنا في الشارع والناس اللي بتكلمنا في التليفون قد ايه حاسين ان احنا ما كناش بنمثل، بيقولوا احنا كاننا بنتفرج عليكم في الحياه. وهو ده اللي حسين صراحه يعني ساعدني قوي فيه. قال لي يعني احنا مش عايزين نمثل، احنا عايزين نبقى طبيعيين جدا، بنتكلم بطبيعيه. بصي يا لقاء، ده كان محسوس جدا بجد واحنا بنتفرج عليكم. بس طالما انت بقى دلوقتي معانا على التليفون، عايزين نسالك في اكتر من حاجه. عايزين نسالك في موضوع الاربع زوجات المبررات في وكاله عطيه اللي هو اتجوزهم شهامه. وحاجه تانية كمان، يعني ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب، يعني انتوا بتثبتوا ان مش الحب قبل الجواز وبس، لا ده كمان بيزيد بعد الجواز، فبتدوا امل لناس كتير قوي كانوا ممكن يكونوا خلاص فقدوا الامل في الحب، وان ممكن يستمر بعد الجواز كمان. لا الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. ما شاء الله، ما انا قلت الاول ما شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب. رايك ايه بقى ان ممكن الراجل يقعد يقول انا اتجوز 4 واتجوز 5 والموضوع فيه شهامه وبيبرر التصرفات دي؟ لا طبعا انا مش مع ان الراجل يتجوز اكتر من واحده، يعني رغم ان ربنا حلله ده، بس صعب قوي ان هو يعدل. يعني هو نفسه هيبقى اكتر واحد مش مبسوط. بس الحمد لله حسين ما بيحبش يتجوز اكتر من حد. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض. لا واحنا في المسلسل بس هو في وكاله عطيه على فكره الموضوع كان مختلف يعني. طبعا احنا بنهزر بس معاكي يا لقاء. احنا لا الشخصيه في وكاله عطيه حلوه قوي. الشخصيه في وكاله عطيه حلوه جدا، شخصيه ثريه جدا، وكل زوجه من زوجاته كان ليها قصه، ويعني جوازه منها برضو بقصه تانية. يعني واحده كان علشان يحميها، لقاها جايه مش عارفه عامله ازاي فحماها. واحده تانية علشان يتبنى الولد اللي هو كان طفل خطيئه من حد من اخواته، فهو شال المسؤوليه عنهم. يعني لا الموضوع في وكاله عطيه مختلف عن اي راجل اتجوز 4 مرات. هنا مش الحكايه مش شهوه بس. صح يا حسين ولا ايه؟ يعني انا في شهامه يا جماعه، في شهامه، اهم لازم حاجه تقدروا الشهامه يا الموقف. استاذ حسين. لا احنا في قاتل بلا اجر انا كنت بشوف لقاء قدامي جين، هي بتلعب شخصيه البنت الانجليزيه اللي هي المساعده بتاعتي. اول لما بنخش البلاتو وخلاص هنصور، هي كانت جين بالنسبه لي.
انا ما كنتش شايف حاجه تانية خالص. طب الفصل ده انت كنت بتعمله ليه؟ يعني للحرفيه اللي عند حضرتك، ولا خلاص يعني انت فاصل ما بين مراتي وما بين الممثله اللي قدامي؟ اصل الموضوع صعب خالص. برضه. لا طبعا الموضوع مش سهل، ما هو دي شغلتنا يعني. انما انا كنت بفصل تماما يعني. وفعلا اقنعت لقاء اكتر من مره ان احنا خلاص يعني، هي شايفه الدكتور شهاب وانا شايف قدامي جين، مش شايفين اي حاجه غير كده يعني. واوقات كتيره جدا يمكن هي تفتكر وتقول لك، اوقات كتيره جدا تبقى مثلا بتكلم حد او هتهزر اقول لها وبعدين هتخرج من الشخصيه. مفيش هزار يا لقاء في الشغل، ها سامعه؟ ايوه يعني مش لازم نشط ولا في الشغل ولا في اي حاجه، انا ماشيه تمام. لا بس الواضح ان لقاء بتحبك اكتر، عشان هي قالت ان انا بنسى ان انا قدام دكتور شهاب انا بفتكر حسين. لا بس هو الصح انها ما تنساش لازم تبقى شايفه قدامها. لا بس عملت مجهود وهي هايل في الدور في الحقيقه يعني. بس كان في مشاهد ما بينكم كده بصراحه، لا عينيكم كانت بتلمع كده لمعه كده وانتوا ما هو في بتتكلموا. قصه حب برضه بنشوف برضه حسين ولقاء. عايز اقول لك، بس عايزه اقول لك حاجه بقى، علشان بس اصحح معلومه. انت بتقولي انا حاسه ان لقاء بتحبك اكتر، لا الحق يتقال يعني حسين بيحبني اكتر. انا طول الوقت بقول اكتر بني ادم في الدنيا بيحبني بجد هو حسين. ربنا يخليكم لبعض. طب لقاء، عايزين نسال سؤال سريع كده قبل ما تقفلي. احنا طول عمرنا طبعا بنشوف الفنان النجم حسين فهمي في افلامه قد ايه رومانسي ولذيذ وورد وهدايا وحاجات كده في الافلام بس. في الحقيقه ما احنا عايزين نعرف بقى، قول لنا بقى في الحقيقه هو كده. لا لازم تقولي لنا الحقيقه دلوقتي. في الحقيقه عامل ازاي؟ احكي لنا كده كزوج بقى، يعني معاكي شكله ازاي؟ رومانسي وفعلا؟ ما تسمعيش كلامه وتقولي الحقيقه. بصي حسين رومانسي جدا جدا وانسان حساس بشكل غير طبيعي، يعني حساس قوي 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 وطيب طيب. يعني انا بتهيألي ما شفتش حد راجل بالطيبه دي. طيب جدا ومعطاء جدا، ويحب اللي يحبه يبقى في احسن صوره واحسن حاجه، ويحب يتعب علشان اللي بيحبه يعني. بس اصل الرومانسيه مش ورد وكلام عبيط من ده، مع انه برضه ساعات كتير بيجيب لي ورد وشمع وحركات دي يعني. لا بس الرومانسيه الحقيقيه اللي بيبقى فيها يعني في فعل، يعني هو بيعمل حاجه، بيعمل اكشن علشان اللي بيحبه، بيعمل تصرفات كلها حب وحمايه واحتواء. هو دي اهم على فكره. لا دي اهم، يعني دي اهم من التصرفات من الكلام. في ناس بتتكلم كتير بتتكلم بس خالص. ايوه صح. ربنا يخليكم لبعض، ولقاء استمتعنا بيكم في رمضان، وربنا يا رب يوفقكم دايما في حياتكم. ميرسي جدا. ميرسي يا لقاء، ميرسي قوي. خلينا بقى نشوف مع جمهورنا مشهد ما بين الفنان حسين فهمي والفنانه لقاء سويدان في قاتل بلا أجر. بعد المشهد الرومانسي الجميل اللي شفناه دلوقتي، خلينا نتكلم عن مسلسل قاتل بلا أجر، وقد ايه فعلا هو رغم نقول ان في رمضان زي ما حضرتك قلت في البدايه كان في عدد كبير جدا من المسلسلات، الا ان قاتل بلا اجر بالفعل لقى نجاح ونسبه مشاهده عاليه. بدايه كده من الاسم قاتل بلا اجر، حضرتك شايف ان الاسم له عامل في نجاح المسلسل؟ دايما الاسماء بعض الاحيان بتبقى لها عامل، وفي اسماء كتيره بتضر العمل، فعلى حسب اختيار الاسم بيبقى فيه توفيق ان الاسم مثير ملفت، وفي اسماء بعض الاحيان بالحقيقه بيبقى العمل احسن من الاسم بالظبط، والعمل اجود من الاسم، عن اللي جوه ما بيعبرش، وبعض الاحيان الاسم ما بيفتش العمل يعني. فانا شايف ان قاتل بلا اجر كان اسم موفق جدا ومثير وفي غموض، والروايه كانت كده، الروايه كانت فعلا مبنيه بشكل يعني مصطفى محرم عامل لها كونستراكشن كده بشكل مثير جدا. بالظبط، تقعد للاخر عشان تعرف تقعدي للاخر عشان تعرفي ايه الحكايه ومين القاتل وازاي من غير اجر يعني قصه يعني. انا بصراحه اول ما ابتديت اقول انا عايزه اتفرج على المسلسل الاسم شدني جدا، قلت ايه موضوع القاتل ده، وبعدين طبعا حسين فهمي وفاروق الفيشاوي. ما هو بالظبط يعني فيها اثاره، وبعدين في تويست، يعني في تغيير في الشخصيات، المواقف بتتغير وبتتقلب وبعدين شخصيات كتيره وفي كتير منهم مخطئين، فمين اللي هيدفع الثمن يعني كان مكتوب كويس قوي الحقيقه. اكيد من البدايه كان السيناريست مصطفى محرم كاتب ده عنوان للمسلسل؟ أيوة. ولا
لا هو ده العنوان الاصلي الاساسي. طيب المخرجه رباب حسين من المخرجات اللي بيعتبروا يعني ليهم علامه كده فارقه في الدراما التلفزيونيه فعلا. بجد اعمالها كلها متميزه، وبيتهيألي كمان انها مع حسين فهمي مختلفه. يعني انتوا اول مره اتعاملتوا مع بعض كان في حق مشروع. لا قبل كده كمان كان قبل كده يا وردي مين يشتريك. بس في حق مشروع احنا شفناك يعني مختلف خالص. حسين فهمي الصعيدي بقى حاجه جديده خالص. انت شايف ان فعلا المخرجه رباب حسين بتشوف النجم حسين فهمي دايما بشكل مختلف من دور لدور؟ ده مش انا لوحدي، في كل اعمالها بتشوف الممثلين في ادوار مختلفه خالص. هي ليها نظره في الشخصيات والكاركترز ومين يلعب ايه، وبعدين فيها جرأه. يعني انا حق مشروع ما تصورتش ابدا انها ممكن تكلمني وتقول لي تعمل دور صعيدي. يعني صعيدي، وبعدين صعيدي عنيف يعني شديد كده ورزل وبيستظرف صعيدي مسمر برضه وطيب يا طيب وشرير. لا صفاء عامر كمان كاتب الشخصيه شرير قوي. لا ده كان حبوب جدا. هو حبوب ازاي ده عايز يتجوز عامله كده مرات اخوه بيحب ده. في الاخر لما ضربته بالرصاص قال لهم ما تندهوش البوليس لحسن بعدين هي وهو مضروب بالرصاص. لا الروايه مكتوبه حلوه قوي. شخصيه جميله جدا يعني عجبتني قوي. ولما يعوز يسخف يعني برزاله ويستظرف برزاله. لا شخصيه متلونه جدا يعني. في المسلسلات اللي بتظهر دلوقتي بيبقى مسلسل النجم الاوحد. يعني لا اما نشوف مثلا حسين فهمي لا اما فاروق الفيشاوي. بقالنا كتير وبقالنا زمن ما بنشوفش نجمين في عمل واحد. هل حضرتك شايف ان من عوامل نجاح المسلسل ان موجود نجمين بالفعل محبوبين جدا من الجمهور عشان كده المسلسل لقى نجاح كبير؟ شوفي حضرتك احنا في الشغلانه بتاعتنا الاجانب بيسموها بلاي يعني لعبه. الممثل اسمه بلاير لاعب. في جيم بيتلعب. الجيم بيتلعب كمان مع المشاهد. يعني في اتفاق مع المشاهد ان احنا بنعمل جيم وهو مشارك معانا في الجيم ده. لما بيبقى في ممثلين كويسين رجل وامرأة 2 رجالة 2 ستات بيبقى في إثارة في الأداء ما بينهم. احنا كممثلين تنافس كده تنافس جميل جدا. طبعا. كل واحد عايز يدي احسن ما عنده وفي النهاية المشاهد هو المتلقي هو اللي بيستمتع. فالمتعة متبادله. احنا بنستمتع بشغلنا. ده احنا واحنا واقفين في البلاتو بتشوفي الناس اللي واقفه حوالينا من العمال والفنيين قد ايه مبسوطين من الاداء. الاجانب احنا كل واحد فينا بيحاول يؤدي احسن ما عنده. يعني في مشاهد انا مش فيها مش موجود فيها انما فاروق بيعمل احسن اداء لانه عارف ان انا ليا مشاهد تانية انا مش فيها الله اعلم بعمل ايه وانا قاعد في المشاهد اللي انا فيها يعني اقصى ما عندي من الاداء ومن الاحاسيس عشان عارف ان يعني ففي النهايه بقى في تنافس جميل جدا. كل واحد فينا عايز يبقى كويس لصالح المشاهد واللي بيدير هذا التنافس الجميل المخرجه الجميله رباب حسين واللي معانا على التليفون دلوقتي. طب هايل. مساء الخير يا استاذه رباب، ازي حضرتك وكل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا سماح، ازيك يا حبيبتي؟ وازي منى؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ وازي الدكتور حسين؟ اهلا دكتوره. بقى دكتور خلاص بقى ساب الصعيدي خلاص. دكتوره كبيره. لا مديره المستشفى. لما يكلمني في التليفون يقول لي ازيك يا دكتور بقول له اهو انت اللي دكتور. ازيك يا دكتور؟ ازي صحتك؟ ازيك انت؟ المخرجه رباب حسين يعني بجد احنا بتعجبنا قوي اختياراتك للنجوم اللي بيكونوا معاكي في المسلسلات. ازاي يعني بتشوفي الفنان حسين فهمي يعني في النقله الكبيره دي من الصعيدي وبعد كده دكتور وبعدين التحول كمان اللي في الشخصيه؟ يعني ما عندكيش شخصيات رماديه كمان، يعني قصدي ابيض واسود، بالعكس انت عندك شخصيات من دم ولحم بالزبط. طبيعيه. بتشوفي ازاي بقى النجم حسين فهمي مره في الصعيدي ومره ثانيه على طول في الدكتور اللي عايش في لندن؟ هو الدور حق مشروع كان غريب، يعني كان غريب بالنسبة لحسين فهمي، وسئلت كتير في الموضوع ده، بس أنا كان ردي حسين فهمي ممثل كبير ولا لأ؟ أكيد طبعا ممثل كبير فيعمل أي دور. أنا رأيي إن الممثل الكويس النجم الممثل يعمل اي دور يتعرض عليه ويعمله كويس.
تبقى في مغامره، ما هو ما نبقاش القوالب هي ونستسهل ونقول التجربه قبل للنجاح او عدمه. لكن الحمد لله هو عمله ببراعه جدا، لانه هو ممثل، يعني اقول ايه، يعني انا شهادتي هتبقى مجروحه لان انا بحبه جدا، لان فعلا يعني مريح جدا في الاستوديو، معطاء جدا، فاهم قوي، قاري قوي. يعني اقول لكم لمسه من اللمسات اللي عملها مع فاروق الفيشاوي النجم الكبير. كنا في اخر مشهد بنعمله في لندن، وكانوا هما الاثنين المفروض ان انا بشتغل بكاميرا واحده في لندن، فبصور كلوزات حسين لوحدها وكلوزات فاروق لوحدها. فبصيت لقيته هو واقف لفاروق قدامه عشان يديله الاحساس، هو مش باين ده انا في كلوز. ف قد كده، فبقول له انا بحب كده قوي، بحب جدا ان الممثل يبقى باصص في عين الممثل حتى لو مش موجود في الكادر، عشان ياخد منه الاحساس بالظبط. فانا بعمل له تيست كده، بقول له انت ممكن تريح، قال لي لا عشان اديله الاحساس. طب في كده اسلوب النجم ده بقى، هو ده النجم ولا بلاش؟ مش كده؟ يعني بالظبط طبعا. يعني هو اللي بتقوله يعني مدام رباب هو اول واحد يبقى انا ببقى سعيده وانا شغاله معاه، لان انا بروح بدري، اروح الاقيه موجود في البلاتو، اخش البلاتو الاقيه موجود. طب مين اللي كان بيجي الاول يا مدام رباب؟ لما قال مين اللي كان بيجي الاول، استاذ حسين ولا استاذ فاروق؟ نعم، مين اللي كان بيجي الاول، استاذ حسين ولا استاذ فاروق؟ لا خلينا اصحاب بقى. ولا هما الاثنين في وقت واحد؟ بلاش فضايح. لا انا كنت بروح بدري، يعني الحقيقه استاذ فاروق عمل دور من الادوار الجميله جدا. بس انا بتكلم على علاقتي بالاستاذ حسين فهمي، يعني علاقه من زمان واحنا شغالين. اشتغل مع زوجي الراحل احمد توفيق في مسلسل لغه عربيه، وكان عظيم، وكان اول مره يقول لغه عربيه. عملنا مع بعض يا ورد مين يشتريك، وعملنا حق مشروع، وعملنا العمل ده، فببقى مبسوطه وانا شغاله معاه فعلا يعني. وانا كمان ببقى مبسوط معاك. انت اولا مخرجه مريحه جدا، لما بتلاقي مشهد صعب بتقولي المشهد ده صعب فهنعمله برواقه شديده جدا. يعني رباب حسين مخرجه ممتعه جدا في العمل معاها، بتحب الناس كلها اللي معاها، بتحب الممثلين جدا، عشان كده الممثلين دايما بيبقوا في احسن حالاتهم معاها، وبتريحنا على الاخر. يعني المشهد اللي قالت عليه مدام رباب دلوقتي اللي هو مع فاروق الفيشاوي، يعني احب اكد ان انا يهمني ان فاروق الفيشاوي يبقى كويس طبعا. يعني انا واقف عشان هو يبص في عينيا فيحس بالاحاسيس الصادقه، فبالتالي يبقى هو كويس، لان هو لما هو يبقى كويس هبقى انا كويس، هيبقى المسلسل كويس، هنبقى كلنا كويسين. استاذه رباب قبل ما حضرتك تقفلي، مفيش عمل قريب كده هنشوف فيه النجم الجميل حسين فهمي برضو تاني بشكل جديد؟ والله انا اتمنى بس للاسف العمل الجاي يعني ما حصلش توفيق ان انا لكن معايا برضو نجم برضو كبير وباذن الله ونجمه كبيره معايا السيده سميره احمد والاستاذ محمود ياسين. لكن انا يعني دايما ببقى سعيده لو في عمل في دور البطوله الفنان الكبير حسين فهمي. ان شاء الله مزيد من الاعمال. انا كمان والله يا مدام رباب، وانا واكد لك ان هتستمتعي مع محمود ياسين جدا، لانه برضه فنان كبير وهيسعدك في الشغل معاه الى ان نلتقي يعني عشان نوحش بعض يا دكتوره. خلاص خدت اللقب. شكرا لحضرتك مدام رباب. شكرا مدام رباب. شكرا لحضرتك. وتعالوا نشوف دلوقتي مشهد ومباراه جميله ما بين الفنان النجم حسين فهمي والفنان النجم فاروق الفيشاوي، ونرجع مره ثانيه. استمتعنا بمشهد جميل ما بين الفنان حسين فهمي والفنان فاروق الفيشاوي في مسلسل قاتل بلا اجر بالذات. احنا شفنا
هل الظلم هو اللي خلى شخصيه اللي حضرتك بتقدمها في المسلسل هي اللي تتحول بعد كده للشخصيه دي؟ يعني ان هو دلوقتي قاعد يعني شفنا في المشهد ازاي هو بيحاول ان هو يعني يستغله، وان هو عمال يذله ان انت قتلت وانا قتلت، الكلام ده كله في بدايه المسلسل ما كانش موجود. هل الظلم اللي هو تعرض له من زوجته هو اللي خلى شخصيته تتحول التحول ده كله، ولا هو اي فنان قصدي شخصيه بتتقدم تكون فيها الشر اللي احنا بنشوفه بقى في النص الثاني من المسلسل اكيد بيبقى فيها خلفيات، يعني مش بس الظلم اللي طلعها؟ لا، هو الظلم بيطلع حاجات كتيره جدا يعني يخلي البني ادم يتحول تماما كده. امال طبعا. لا، وبعدين الرغبه في الانتقام، الرغبه في الانتقام بتعمي الشخص خالص، بتخليه مش شايف غير انه عايز ينتقم. واحنا شفنا كتير قوي يعني شواهد في الحقيقه وفي الواقع الرغبه في الانتقام بتخلي الشخص مش شايف قدامه. فهنا شخصيه شهاب اتغيرت بعد اللي حصل. اولا ادوا له مخدرات، زوجته ادت له مخدر فعمل عمليه فاشله، فشالوا منه رخصه ان هو يقدر يزاول المهنه، فاضطر يرجع مصر، وبعدين ابنه مات بعد كده. فرغبته في الانتقام خلته مش شايف قدامه، هو هينتقم. فلقى هذه الشخصيه اللي قدامه اللي بيلعبها فاروق الفيشاوي راجل ضعيف، قدر يسيطر عليه وفهم ان هو اللي قتل عمته. وبالتالي عشان انا اخرجك من الجريمه دي انت ترتكب الجريمه الثانيه. بس هو مش شايف قدامه. بس هو ما قتلش عمته، صح؟ لا، هو ما قتلش عمته، بس هو فهمه ان هو دخلها في دماغه، لانه قال له حط عدد نقط معينه فالتاني اتلخبط هو حط العدد مظبوط ولا لا، فماتت. فمش ففهمه، قال له انت اللي قتلتها عشان انا قلت لك تحط لها 5 نقط وانت كترت النقط. ففهمه ان هو اللي قتلها. انما كان عنده رغبه في الانتقام شديده جدا. فهي التحول ده في الشخصيه ده اللي استهواني جدا، ان الشخصيه ما هياش نمطيه، ما هياش ماشيه على وان تراك طول المسلسل، ومش مثالي بقى عنده تويست واشبه بالملاك. وازاي بيخطط بقى، ده بقى كمان عنده فكر اجرامي جدا. يعني ده تحول ازاي تماما. بيخطط ان هو يبعت هذا الشخص عشان يقتل. بس هو كان لازم ينتقم منها فعلا. انا معاك. سمحت تشجع الموضوع. ايمان عملت اصلها فعلا عملت يا عيني في حاجات كتير. ايمان عملت الدور كويس جدا، حلوه قوي. هايله فعلا، كانت ممتازه يعني. طب يعني احنا يمكن شفنا شخصيتين مختلفتين. يعني هنا في وكاله عطيه حضرتك كنت عامل شخصيه انسانيه وليها ابعاد فلسفيه، وفي قاتل بلا اجر شخصيه فيها تحولات نفسيه كتير، خاصة لما كمان دخل المصحة النفسية هناك في لندن. هل الحتة الجزئية بتاعت المصحة النفسية والمريض النفسي وان هو نفسه ما بقاش عارف يعني هل انا بقيت فعلا مريض نفسي ولا انا ايه، هل دي حضرتك قعدت مع طبيب اتكلمت معاه في الحتة دي وقلت له مثلا انا اقدر اعملها ازاي او اخدها من انهي سكة؟ لا، في الحالة دي ما قعدتش مع طبيب، بس انا طبعا الدكتور احمد عكاشة صديق عزيز عليا من سنوات طويلة، بقعد معاه كتير قوي يعني. ففي حالات تانية قعدت معاه، يعني مثلا كنت عملت مسلسل الشارد، الشخصية بيجي لها الزهايمر اللي هو مش فقدان ذاكرة قد ما هو مرض يعني بيحصل. طبعا كان لازم اقعد مع الدكتور عكاشة. فانا من قعدتي مع الدكتور عكاشة كتير خدت منه حاجات قدرت اطبقها في الشخصية دي. قدرت افهم اولا هو في المصحة العقلية او النفسية كان بيقول لهم انا مش عيان، انتوا فاكريني انا مجنون، انا مش مجنون. فيعني هو واعي كويس قوي وعارف ان هو مش العيب مش منه، ان هو ما جرالوش حاجه في ذهنه او ما عندوش مشكله نفسيه. حتى قال للدكتور النفساني تعالى انا هعالجك، تعالى اقعد مكاني وانا